السلام عليكم متتبعين ديالي، اخباركم؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير صحه جيده. واليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد العصير ديال الحامض والحليب كيجي رائع. عندي هنا واحد الحامضه كديرها بالمجمد، محيده لها القشره، غادي نقطعها ونحيد لها النواه. عندي هنا فانيلا، السكر على حسب الذوق، دانون بالنكهه ديال الفاني، عندي هنا نص لتر الحليب، عندي هنا الماء دايره في المجمد. صافي غادي ندوزو للطريقه، غادي نقطع الحامض. صافي هنا بعد ما قطعت الحامض صافي غادي نحيد ليه النواه هاد العظم، ما كنخليش باش ما كيجينيش العصير مر، ضروري ما كتحيدوه. صافي بعد ما قطعت الحامض وحيدت ليه العظم صافي درتو في الخلاط الكهربائي. غادي نزيد عليه واحد شويه ديال الماء اللي كديره في المجمد، صافي ونديرو كيتطحن. صافي بعد ما طحنتو مزيان نبقاو نديرو كيف كيجي. صافي دابا غادي نزيد عليه باقي المكونات، نزيد الحليب، دانون، السكر حسب الذوق والفاني. صافي بعد ما درت المكونات صافي غادي ندير ثاني العصير ديالنا يتطحن مزيان. بعد ما كملتو في الطحين نشوفو القوام ديالو كيف كيجي رائع، كيجي مكشكش، كيجي زوين. بالنسبه للسكر كديرو على حسب الذوق. انا درت 2 طوبات مربعات صغار. هانتوما هو الشكل ديالو القوام، الصراحه كيجي عصير رائع ومنعش. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. يلا مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في القناه باش ديما يوصلكم الجديد.